قبل السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، السؤال يا ترى ايه اللي فاضل من نهائي القرن؟ ايام قليله او ربما ساعات وهنكون على موعد مع الليله الكبيره. عشاق الاهلي والزمالك استعدوا، السوبر الافريقي 2024 بيجمع الكبيرين تاني في مواجهه ناريه. السعوديه هتستضيف القمه اللي كلها حماس ونديه، واللي هتكون يوم الجمعه الجايه في ملعب المملكه ارينا الساعه 9 مساء. الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا والزمالك حامل لقب الكونفدراليه، يعني لا يمكن تخيل حجم الاثاره اللي هتكون موجوده في الماتش ده. الاهلي بيدور على السوبر التاسع في تاريخه، بينما الزمالك نفسه في النجمه الخامسه. مين فينا ينسى نهائي القرن، الماتش اللي اتلعب من 4 سنين تحديدا في سنه 2020 لما الاهلي فاز على الزمالك 2-1 وتوج باللقب الافريقي التاسع. وطبعا كلنا فاكرين جمله خليل البلوشي الشهيره: التاسعه بتوقيت الاهلي. التاسعة بتوقيت الأهلي. التاسعة بتوقيت الأهلي. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: ايه اللي اتغير من وقت نهائي القرن؟ في 2020 كان مرتضى منصور رئيس الزمالك، انما دلوقتي حسين لبيب هو الرئيس بعد ما كسب الانتخابات. وبالمناسبه لبيب هو اللي بيترأس بعثه الزمالك في السعوديه استعدادا للسوبر. اما على مستوى التدريب، ساعتها كان الزمالك تحت قياده البرتغالي باتشيكو، ودلوقتي برضه برتغالي بس جوزيه جوميز، فمش تغيير كبير يعني. وعلى راي مجدي عبد الغني: قصب بقصب او برتغالي ببرتغالي. الزمالك هيلعب بقايمه جديده، لكن في ثنائي موجود من نهائي القرن: احمد سيد زيزو وشيكابالا. ساعتها كان عوض وصبحي بره القايمه، وابو جبل كان الحارس الاساسي مع جنش كبديل. في المعسكر الثاني الاهلي مفيش تغيير كبير في الاداره، محمود الخطيب لسه هو رئيس النادي، انما في تغييرات على مستوى المناصب الثانيه واعضاء مجلس الاداره. وطبعا الغايب الحاضر العمري فاروق الله يرحمه اللي كان موجود في نهائي القرن، لكن للاسف فاروق رحل عن عالمنا السنه دي. في التدريب الاهلي هيكون تحت قياده السويسري مارسيل كولر وسامي قمصان اللي كان موجود مع موسيماني وقتها، وهو الوحيد اللي مكمل من الجهاز القديم. سامي بيلعب دور كبير مع كولر، خصوصا انه بقى قايم باعمال مدير الكره بعد رحيل خالد بيبو. وتاكيدا على الاستقرار، كمان الاهلي محتفظ بعدد من اللعيبه اللي شاركوا في نهائي القرن زي الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، عمرو السوليه، حسين الشحات، قفشه، كهربا، وعلي معلول اللي للاسف هيغيب عن السوبر بسبب الاصابه. كل ده بيقول لك ان الاهلي والزمالك جايين بذكريات قديمه وامل جديد، وملعب المملكه ارينا هيشهد مواجهه تاريخيه تانية بين قطبي الكره المصريه. فاستعدوا للمتعه والاثاره، الاهلي ولا الزمالك؟ كله هيتحدد في 90 دقيقة لو ما رحناش لوقت إضافي وضربات ترجيح.